والآن نبدي يوم جديد ومغامرة جديدة بهذا الريف الكندي الجميل. شوفوا هذه البحيرة معروفة بالبحيرة أم الألف لون، لأنه كل موسم يتغير لونها، وبالشتاء يصير لونها أزرق على بنفسجي. بس احنا نتجه للشمال طبعا، لذلك هذه المناطق الصحراوية والجبال الجرداء والحارة تتحول إلى خضار وجبال حلوة ومكانات باردة. شوفوا هذا النهر قبل 6 أشهر جينا هنا وكان المنظر يختلف تماما، مليان ثلج وتدفقه كلش سريع. طبعا مثل كل يوم مهمتنا الأساسية انه نلقي مكان ننام بيه، وهسه لقينا هذا المخيم. ويلي يابا، تذكرون هذا المخيم من رحلة الشفق القطبي؟ من جينا هنا قبل 6 أشهر وسقنا على هذه الشوارع ثلج مليانة والسيارة بالقوة تمشي. So 6 months ago we were right here in this spot number 7. We camped in this campground. It was entirely frozen and now it's pretty green. من جينا هنا بالشتاء كان هذا المكان مسدود وما حد اكو، وحتى خلونا نبقى ببلاش. بس هسه العالم طاشة والمكان متروس ويردون $30 على الليلة. لذلك رجعنا ندور على مكان شوية معزول وبنص الشولة حتى يصير بلوشي. طبعا كنا ندور على مكان نريد ننام بيه اليوم وما لقينا، لحد ما وصلنا هنا هيك بالصدفة لقينا هذا النهر وهنا ناس مخيمين. راح ننصب الخيمة مالتنا وننام بهيك مكان. صدفة رائعة كانت. تدرون بيا ما أقدر إلا أتفرج الغروب، لذلك قبل ما ننصب الخيمة بهذاك المكان جينا نتفرج الغروب على هذا الجبل المخيف. طبعا تيهت بنص هذه الغابات وما أدري وين راحوا أهلي، سترك يا رب. طبعا غيرنا رأينا وقررنا نخيم بهذا المكان، بقينا ندور هيك شوية ولقينا هذا المكان هيك دار مدارنا كلها جبال واشجار، بس هذا الغروب والاشجار بشدة، هاي الجبال تجنن، أولك لوحة فنية. وهسه لازم نسوي نار هنا. والآن بين ما أهلي يشعلون نار وينصبون الخيمة، خلينا نطير الدرون ناخذ لنا فرة نستكشف هذا المكان.